السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كده نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنعمل معاكم النهاردة كيكة الجاتوه بالكريم كراميل. طبعا الكيكة بتاعت الجاتوه ده بالكريم كراميل طعمها في منتهى الجمال. هتدوب كده معاكم في البق وهتبقى حلوة جدا، وهتضطروا تعملوها كل شوية من جمالها ومن حلاوتها. هنعمل معاكم، هنشوف واحدة واحدة الخطوات بتاعت كيكة الكريم كراميل. طعمها زي الجاتوه بالظبط. لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوا الكيكه بالطريقه الجميله الحلوه دي. يلا معانا نشوف الطريقه وما نطولش معاكم الفيديو ونشوف الطريقه على طول. معانا دلوقتي كوبايه لبن، معانا كوبايه سمنه او زيت، ده حاجه يعني ترجع لك براحتك. عايزه تحطي زيت تحطي، عايزه تحطي سمنه ده حاجه براحتك، يعني مش هتقول لا. ومعانا كوبايه سكر، معانا بيضتين، ومعانا 4 معالق لبن نيدو بودره، ومعانا كيس البيكنج باودر، وهنا في ذره ملح اهي بس هي مش باينه طبعا، ذره الملح اهي. ومعانا كيس الكراميل اهو ما شاء الله. طبعا الكيس الكراميل ده احنا هنسيبه على جنب دلوقتي، وهنعمل معاكم الكيس الكراميل الوقت اهو ده هنعمله معاكم. هنسيب ده كده شويه. ومعانا كوبايتين دقيق، هو المفروض المعيار كوبايه ونص، بس انا حطيت كوبايتين دقيق علشان يقضي، يعني الكيكه تقضي وكده، ان كوبايه ونص هتبقى حجمها قليل مش هتقضينا، فانا زودت بقى كوبايتين دقيق عشان بس الوصفه تبقى بس مظبوطه. هما كوبايتين دقيق، ما نزيدش عن كوبايتين دقيق او كوبايه ونص. انا زودت حاجه بسيطه بس عشان ايه تقضينا، يعني حجمها ما يبقاش صغير وتقضينا ايه كلنا ناخد منها. الوقت احنا هنعمل وقت ايه معاكم؟ هنجيب شفشق الخلاط، هنحط معاكم كوبايه الزيت، كوبايه اللبن، وكوبايه السكر، ومعلقتين النيدو، وايه كيس الكريم كراميل. ما تيجوا معانا يلا نشوف مع بعض الخطوات واحده واحده، ونحط كل المكونات دي في شفشق الخلاط. يلا بينا. حطينا المكونات اهي كلها، كوبايه اللبن، كوبايه 4 معالق اللبن النيدو، وكوبايه السكر، وكوبايه السمنه. هنحطهم كلهم مع بعض. الناقص كمان ايه دلوقتي؟ هنحط معاكم، هنفضي معاكم اهو كيس الكراميل، هفضيه كمان معاكم دلوقتي. المكونات كلها اهي، ده كيس الكريم كراميل اللي كمان حطيته معاكم اهو. هنضرب بقى كل ده بقى في الخلاط عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. الله، ضربنا المكونات كلها معاكم بالمنظر الجميل الحلو ده. طبعا احنا دلوقتي حطينا الكريم كراميل مع كوبايه السكر مع كوبايه الزيت مع كوبايه اللبن واربع معالق لبن نيدو. القوام بتاع ما شاء الله قوامها حلو ازاي. احنا عايزين القوام ده مظبوط جدا اهو. هنقص معاكم طبعا كوبايه خام بالمنظر ده، هنحطها معاكم ونعينها على جنب عشان ده يبقى صوص الكيكه من فوق الوش. بس هو القوام ده مظبوط جدا جدا اهو ما شاء الله. هحط معاكم هنا كوبايه هنا واسيبها على جنب. ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. هنحط بقى المكونات بقى بعد ما حطينا كوبايه كده بالمنظر ده، وهنسيبها على جنب عشان ده الصوص اللي هيبقى فوق الكيكه ان شاء الله. هنحط بقى البيضتين معاكم في شفشق الخلاط. طبعا قوامها حلو قوي قوي. هنحطه كده، نفضي كده. بعد ما خدنا كوبايه معاكم بتاع الكريم كراميل بالمنظر ده وسيبناها كده معاكم، عشان ده ان شاء الله يبقى احنا قلنا الصوص اللي هيبقى فوق الكيكه جميله اللي بتتاكل في البق وبتدوب، وطعمها في منتهى الجمال. انا مش قادره اوصف لكم طعمها روعه ازاي، يعني مش عارفه اقول لكم جمالها وطعمتها بالمنظر ده ازاي. لازم ضروري تجربوها، لازم، عشان فعلا هتشوفوا وهتقولوا فعلا انا عندي حق، عشان طعمها جميل جدا. جاتوه يعني. هنعمل ايه دلوقتي بعد ما خلاص حطينا كوبايه بالمنظر ده؟ هنحط بقى بيضتين مع الصوص اللي هو متبقي من الكراميل، اللي هو كوبايه اللبن، كوبايه السكر، ولبن النيدو. حطينا معلقه، حطينا بيضتين هنا، هنضربهم برضك معاكم في الخلاط. يلا بينا. ما شاء الله ضربنا البيضتين اهو ما شاء الله، القوام بتاعه بقى حلو جدا اهو. طبعا احنا حاطين هنا ايه؟ حاطين طبعا نخلين الدقيق كويس جدا. احنا قلنا كوبايتين دقيق، حطينا معاكم كيس البيكنج باودر وذره الملح. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت في الشفشق الخلاط بعد ما ضربت البيض مع المكونات دي كلها، نسيت اوريكم معلقه الخل ومعلقه فانيليا، فانيليا سايله او فانيليا اكياس. هنحط بقى طبعا اهم حاجه ان طبعا الدقيق بتاعكم يتنخل يبقى كويس جدا عشان بيدي طراوه للدقيق. هنحط بقى ايه ما شاء الله المكونات دي بقى كلها معاكم. ما شاء الله ضربنا الكيكه بالمنظر ده حلوه، قوامها ما شاء الله جميل جدا اهو ما شاء الله.
ضربناها كويس جدا بقى اكتر من مره، على قد ما تقدري تضربها حلو، بس اهم حاجه يكون في اتجاه واحد. طبعا وجبنا الصينيه هنا معاكم، حطينا فيها دقيق، شويه سمنه او زيت، وبطرنا بيها ايه الصينيه، دهناها دقيق كده يعني بالمنظر ده. هنحط بقى معاكم بقى الخليط هنا الجميل الحلو ان شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. يا سلام، يا سلام بقى، يا سلام بقى لما تدوقوا طعمها بقى، يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام بقى على الكيكه، يا سلام يا سلام، ملهاش حل، يا سلام، تحفه تحفه تحفه. طبعا هنشيل بقى ده كله ده كده بالمعلقه، هشيل بقى كل ده بالمعلقه بقى واظبطها بقى كده واوريها لكم. الكيكه اهي جميله ما شاء الله، اهي في الفرن اهي. طبعا لما فتحتش عليها لما خلاص استوت، حتى فشرت اهي، اجت تعلى، هي عملت يعني وهي بتعلى شققت كده، بس لونها جميل قوي بقى. انا هطفي عليها هنا، حبيت بس اوريها لكم وهي في الفرن مستويه خالص. جربتها هنا بشيش، خلة شيش طاووق اهي، بصوا ما شاء الله اهي. طالما تطلع كده نظيفه اهي، تطلع كده نظيفه يبقى هي ايه استوت. هطفي بقى عليها واوريها لكم ان شاء الله. شوفوا الجمال بقى والحلاوه بعد ما عملناها بالكريم كراميل. هنزوقها بقى معاكم بكياس كريم كراميل اللي موجوده معاكم في العلبه، هنزوقها كده. شوفوا الجمال بقى والحلاوه. هنعملها بقى معاكم بالمنظر ده كده. لا العظيم جميله جدا في منتهى الجمال. شوفوا المنظر، كفايه بس المنظر كده، ولا ايش بقى طعمها. مفيش احسن من كده ولا احلى من كده. اعطيلها الطعم واعطيلها شكل تحفه، عامله زي اللوحه الفنيه. دي شكلها النهائي بقى بعد ما قطعناها. يا ريت تجربوها، يا ريت يا ريت تجربوها، عشان جمالها مش قادره اوصف لكم جمالها. بجد طعمه وتحفه، ومش قادره اوصف لكم الا لما تجربوها. يا سلام، طعمه حلوه حلاوه.